في هذا الفيديو نحكي لكم بالتفصيل الأحداث الحقيقية والمثيرة للحلقة 9 من مسلسل مولانا بطولة تيم حسن، والتي حملت عنوان ضيف ثقيل. حلقة زيارة غير متوقعة من العقيد كفاح، صفقة مقلقة للإفراج عن خلدون، مواجهة حادة بين نمر وأبو ليلى، ونهاية صادمة مع رجل يدعي أنه خطيب شهلة. أولاً، زيارة العقيد كفاح ضيف ثقيل في بيت مولانا. تبدأ الحلقة 9 بأجواء متوترة في العادلية مع وصول ضيف غير مرحب به. العقيد كفاح يقرر زيارة منزل مولانا بنفسه في خطوة تعتبرها القرية كلها حدثاً ثقيلاً يقلب الموازين. أهل الحي يشعرون بالقلق والتوجس، فالعقيد لا يأتي عادة إلا ومعه قرارات صارمة أو رسائل تهديد مبطنة. جابر أو مولانا يستقبل العقيد بهدوئه المعتاد، محاولاً الحفاظ على صولة القائد الواثق أمام الناس رغم إدراكه لحساسية الموقف وخطورته. هذه الزيارة تفتح أبواباً لم تكن في الحسبان، وتضع مولانا في مواجهة مباشرة مع السلطة العسكرية داخل بيته. ثانياً، صفقة خلدون، طلب إنساني بثمن مجهول. في قلب اللقاء يكشف المشهد عن جوهر اللقاء. مولانا يطلب من العقيد إطلاق سراح خلدون ابن الملازم فارس مراعاة لحالة والدته المكسورة من الحزن. يخاطبه بلغة إنسانية، يحاول أن يلعب على وتر الرحمة والواجب الأخلاقي أمام الناس. العقيد كفاح يظهر موافقة مبدئية، لكنه يلمح بوضوح أنه سيطلب ثمناً أو مقابلاً لاحقاً لهذا الجميل. هذا التلميح يضع مولانا أمام التزام أخلاقي وسياسي خطير قد يضطره في المستقبل إلى موقف صعب بين نفسه والقرية. اللقاء ينتهي دون انفجار مباشر، لكن بذرة الصفقة تزرع، ويبدأ جمهور الحلقة في التساؤل: ما الذي سيتنازل عنه مولانا مقابل حرية خلدون؟ ثالثاً، شهلة تحذر جابر: لا تنبش الماضي. على خط موازن تتحرك شهلة بحسها العالي تجاه الخطر. تحذر جابر بوضوح من العودة إلى ملفات الماضي، في إشارة إلى أسرار قديمة تخصه أو تخص القرية. تخشى أن يؤدي فتح تلك الملفات إلى أزمات أكبر، وربما كشف حقائق تهدد صورته كمولانا أمام الأهالي. تحاول حمايته بطريقتها، لكنها أيضاً تحمي نفسها وعائلتها من تبعات أي كشف مفاجئ للماضي. هذا التحذير يزيد الإحساس بأن ما نراه على السطح في العادلية هو مجرد قشرة تخفي تحتها أسراراً أخطر لم تفتح بعد. رابعاً، مواجهة نمر وأبو ليلى، كرامة في وجه الإهانة. بعيداً عن بيت مولانا تشهد الحلقة صراعاً آخر. نمر يغضب بشدة عندما يسمع أن أبو ليلى تحدث عنه بسوء في غيابه. يذهب نمر إلى بيت أبو ليلى مباشرة ويواجهه أمام أسرته بكلام قاس وصريح، يؤكد له رفضه لأي إساءة أو تجاوز، رافعاً شعار الكرامة وعدم السماح لأحد بالانتقاص منه. هذه المواجهة تفتح خط عداء جديد في الضيعة، وتزيد التوترات بين العائلات. المشهد يظهر كيف أن النار لا تشتعل فقط بين السلطة ومولانا، بل أيضاً بين أبناء القرية أنفسهم. المشهد الختامي، خطيب شهلة المفاجئ. تبلغ الحلقة ذروتها في مشهد أخير مفاجئ. رجال الشرطة يصلون إلى منزل مولانا برفقة رجل غريب عن أهل البيت. هذا الرجل يدعي أمام الجميع أنه خطيب شهلة، ويقدم نفسه بهذه الصفة الرسمية. الصدمة تكبر عندما تؤكد شهلة أمام جابر أن هذا الرجل يعرفها فعلاً، وأنه خطيبها الفعل. هذا الاعتراف يربك جابر عاطفياً وإنسانياً، ويضع علامة استفهام كبيرة حول ماضي شهلة وعلاقتها به وبالقرية. تنتهي الحلقة على هذا التطور الصادم، تاركة المشاهدين يتساءلون: هل سيقبل مولانا بوجود هذا الخطيب في حياة شهلة؟ وهل كان جابر يعرف كل شيء عن ماضيها، أم أن هذه الورقة كانت مخفية عنه؟ تنتهي الحلقة والجميع يترقب: ما الثمن الذي سيدفعه جابر مقابل صفقة خلدون؟ وكيف سيؤثر الضيف الثقيل وخطيب شهلة على توازن القوى في العادلية؟ لو أعجبك هذا الملخص الدقيق، لا تنسى اللايك والاشتراك ليصلك ملخص الحلقة 10 فور عرضها.